ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. يا ريت قبل اي حاجه تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو ما كنتوش لسه عاملين. بصوا النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي. هنعمل فطير بس هنعمله بالجلاش، سهل قوي وسريع للناس اللي مش بتحب الحاجه تكون تقيله او عايزه حاجه سريعه وفي نفس الوقت. بصوا هيعجبكم جدا. وفي نفس الوقت مش هتقعدي تعجني وهتاخدي وقت والكلام ده. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. هنجيب صينية، أي مقاس صينية عندك حابة تعملي فيه، وهدهنها كويس أوي بالزبدة أو السمنة من جميع الجهات كده عشان في نفس الوقت الجلاش بتاعي ما يلزقش. هجيب كوباية لبن وفيها معلقتين زبادي، وكمان فيها زبدة سايحة، ولو عندك قشطة ممكن تحطيها. واحط رشة ملح ورشة فلفل صغيرة. هقلب كويس كل ده وهبدأ عشان هبدأ أشتغل بيه مع الجلاش بتاعي. وأهم حاجة يكون اللبن دافي شوية. هجيب لفة الجلاش بتاعتي وأقسمها على نصين. النص الأول هبدأ أحطه وبعدين أحط الحشو وبعدين أبدأ أحط النص التاني عليه. هجيب ورقتين كده وأحط من الخليط بتاعي، أشربه كويس أوي من الخليط اللي أنا عاملاه. وبعدين هبدأ أحط ورقتين تاني، ولو لفة الجلاش عندك صغيرة ممكن تحطي ورقتين عكس عكاس عشان تقفل معاكي كويس أوي ما فيش حاجة من الحشو تخرج بره. هبدأ احطها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، كل ورقتين او كل ورقة مثلا، وهشربها كويس قوي بالخليط ده عشان تبقى طرية في نفس الوقت من جوه، والحشو كويس معايا، وهتطلع مقرمشة كمان من تحت ومن بره. بس اهم حاجة ان هي تكون طرية من جوه، مش مقرمشة قوي من جوه كمان. فهبدأ احط الخليط ده بين كل الطبقات بتاعتي، وبعدين هبدأ احط بقى الحشو بتاعي. هحط الاول طبقة جبنة موتزاريلا، وممكن تحشيها اي حاجة بقى. لو عندك فراخ صدق ممكن من غير اي حاجة من دي. بسطرمة ممكن تحطي بس الزيتون والطماطم والفلفل، هتبقى حلوة قوي. هتبقى زي البيتزا برضو وهتبقى كويس قوي. لو عندك اي بواقي اي حاجة ممكن تزوديها. انا حطيت هنا الصدق ووزعته كويس قوي عشان على الاطراف كمان، عشان الاطراف تبقى فيها حشو. وهبدأ كمان احط الفلفل والزيتون والطماطم بتاعتي، وهبدأ احط الجبنة الموتزاريلا بتاعتي من فوق، واقفل تاني النص التاني بتاع الجلاش بقى اللي انا كنت شايلاه على جنب. هحط برضو طبقة او طبقتين واشربها كويس قوي بالخليط بتاعي ده. وزي ما قلت تحطي احسن الورق عكس عكاز كده عشان يقفل معاكي كويس قوي، مفيش اي حشو يطلع من بره ولا اي حاجة. واهم حاجة تشربيه كويس قوي بالخليط اللي انا عاملاه عشان برضو يبقى طري معاكي. ولما يدخل الفرن ما ينشفش منك. هبدأ احط بقى زي ما قلت كل طبقتين كده. ولو عندك عادي الجلاش مثلا لو عندك لفة في التلاجة مثلا او الفريزر ومتقطعة. بصوا انا كان عندي كام ورقة متقطعة عادي، كملت بيهم ومفيش اي حاجة، مش هيبان اي حاجة. اهم حاجة بس تشربيه كويس. هبدأ بقى اتني الاطراف بتاعتي دي، وانا بتنيها برضو بين كل طبقتين كده عشان ما كانش طبعا فيها اي حاجه من اللي انا حطاها من اللبن بتاعي، فهتبقى ناشفه مني. فهبدا وانا بقفل كده الاطراف بتاعتي برضو هسقيها باللبن والزبادي اللي انا عاملاه عشان في نفس الوقت تبقى طريه معايا. وانا بقفل بص بحاول ابعدها شويه عن الصينيه عشان لما اجي اطلعها تطلع معايا بسهوله، وما تبقاش ما تبقاش لازقه او اي حاجه. هحط بقى رشه من الخليط بتاعي اللبن والزبادي ومثلا لو عندك زبده سايحه حطها من فوق. وممكن تكتفي بالحد هنا خلاص وتدخليها الفرن. بس انا هحط بقيه لقيت عندي عادي بقيه الحشو فهحطه من فوق، وهزود شويه جبنه موتزاريلا كمان. واهم حاجه قبل كل ده تكوني فاتحه الفرن، يكون سخن على درجه حراره 200. اهم حاجه تحطي الشبكه في الرف اللي في النص. احنا هنسويها على ايه بقى؟ احنا الاول زي ما قلنا هنسخن الفرن على 200، وهسويها بقى على 180 او 190 كده اول 5 دقايق، وبعدين هرفعه تاني على 200. هتاخد معايا بالظبط تلت ساعة، مش هتاخد اكتر من كده. تلت ساعة او يعني زيادة 5 دقايق على حسب كل فرن. بس هي مش هتاخد اكتر من كده خالص عشان ما تتحمرش جامد من تحت او تنشف منك او تتحرق او اي حاجة. هبدأ احطها في الفرن ويكون سخن زي ما قلت. بصوا هتطلع تحفة معايا. ممكن لو الفرن بتاعك مش بيحمر من فوق تفتحي الشواية اخر 5 دقايق. هقطعها بقى مربعات، سلايس زوت اي حاجة انت حاباها يعني. انا كنت هنا هقطعها زي البيتزا نسيت فكملتها عادي مربعات. بحب اقطع الفطير مربعات، فانتي زي ما انتي حابة يعني. هقطعها بصوا شكلها خطير
والحشو فظيع. وطبعا الصدوق لازم يكون متشوح قبلها، ما تحطوش كده عشان يستوي ياخد سوا كويس. يعني بتشوحيه في الاول 5 دقايق كده، وبعدين تبدأي تستخدميه. بصوا خطيرة، والحشو حلو قوي، وفي نفس الوقت هي سهلة للناس اللي مش عايزة مثلا حاجة صعبة او ان هي تعجن او اي حاجة. هتعجبها جدا وسهلة يعني وسريعة وطعمها حلو. هي طبعا مش زي الفطير التاني، بس هي طعمها حلو برضو مش وحش. انا كمان هسيب لكم لينك الفطير اللي كنت عاملاه الشرقي العادي. كنت عاملاه بطريقتين، في طريقة سهلة خالص وطريقة صعبة شوية. مش صعبة قوي بس هتعجبكم جدا، جربوها.